كيميائي فرنسي اسمه ادوارد بنديكتوس كان شغال على ماده كيميائيه اسمها كولوديون، وحاططها في ازازه. الماده دي كانت ماده بلاستيكيه وبيستخدموها في اغراض طبيه. بس فجاه الازازه وقعت. ادوارد لاحظ ان الازازه ما اتكسرتش، واللي حصل فيها مجرد شرخ بسيط بس. الموضوع لفت انتباه ادوارد جدا، وفضل يعمل التجربه دي اكتر من مره، وكل مره كان بيلاحظ فيها ان الازاز ما بيتكسرش. ادوارد اتاكد ان ماده الكولوديوم هي اللي بتعمل طبقه بلاستيكيه حوالين الازاز بتمنعه من الكسر، وعشان كده اخترع نوع جديد من الازاز وسجل بيه براءه اختراع. في الاول محدش اهتم بالاختراع ده، بس بعد فتره شركات السيارات ابتدت تستخدم الازاز ده عشان يحمي الركاب من شظايا الازاز وقت الحوادث. وبعد كده بدا يدخل في صناعات كتير قوي، وبقوا بيستخدموه في القطورات، وبيستخدموه في العربيات، وفي كل وسائل النقل، وكمان في صناعات زي النظارات. ودلوقتي بقوا بيستخدموه في الموبايلات، وكل ده بسبب ازازه وقعت. استنونا الفيديو الجاي، هنحكي لكم على اختراعات اغرب واغرب واغرب. سلام.